بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار أنشطة جمعية فونتي للذاكرة والتراث، وهي أنشطة ثقافية إشعاعية دأبت هذه الجمعية العديد على تنظيمها على أرض الواقع، إلا أن الجائحة أو جائحة كورونا اضطرت الجمعية لتنظم هذا النشاط أو هذا اللقاء التفاعلي في إطار كما قلنا أنشطتها إشعاعية. نرحب بالجميع في هذا اللقاء العلمي الذي نستضيف فيه الأستاذ الدكتور موسى مرغيش، وسيكون موضوع اللقاء حول موضوع مهم يتعلق بالسياسة التعليمية في مغرب الحماية، مساهمة في فهم السوسيولوجيا الاستعمارية. أما الإطار العام للموضوع، فمنذ توقيع معاهدة الحماية في 30 مارس 1912 بدأت معالم السياسة الاستعمارية تشمل مختلف المجالات السياسية الإدارية والاقتصادية في إطار استغلال ثروات المغرب، التي انطلقت من بنود أو من فلسفة بنود هذه المعاهدة، هي معاهدة 30 مارس 1912 التي رسمت مسار نظام الحماية الفرنسية بالمغرب. وفي هذا الصدد تعتبر السياسة التعليمية الكولونيالية من المواضيع الهامة المفتوحة على قضايا إشكالية متعددة، أجملها أولا في الخلفيات المؤسسة للسياسة الثقافية الكولونيالية بالمغرب، ما هي أهدافها ومنطلقاتها ودوافعها الإيديولوجية في إطار التعليم كنموذج. ثانيا هناك التعليم الكولونيالي، المدارس الحرة، التعليم البعثات الإسرائيلية، إذن كلها أنماط تعليم عرفتها حقبة الحماية. إذا كلها تساؤلات يمكن أن تشكل منطلقا لهذا اللقاء مع الدكتور موسى مرغيش، وهو أستاذ باحث بمعهد دراسات الحضارات وفي تخصص التاريخ السياسي والاجتماعي بالعالم الإسلامي خلال العصر المعاصر، وله اهتمامات كذلك بتاريخ المغارب ومنطقة الريف، مهتم بالعلاقات بين العالم الإسلامي والغرب المسيحي، وأنجز أطروحة مهمة لنيل شهادة الدكتوراه حول موضوع الكنيسة الكاثوليكية بالمغرب خلال فترة الحماية في جامعة باريس 8 سنة 2015. فجل اهتماماته البحثية تركز على الوجود المسيحي بالمغرب زمن الحماية ومسألة التعليم بالمغرب، كما له إصدارات عدة في مجلات علمية محكمة، وشارك في مؤتمرات علمية دولية تهم أساسا تاريخ الحماية الفرنسية بالمغرب. إذا نرحب بالدكتور موسى مرغيش. مرحبا بك دكتور. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بكل خير وسعادة. أتوجه بالشكر الجزيل والعرفان إلى جمعية فونتي للذاكرة والتراث على تنظيم واحتضان هذه الأمسية الثقافية، وكذلك على الاستضافة، وهو شرف لي أن أكون ضيفا على جمعيتكم ومعكم يعني خلال هذه الأمسية لنعالج معا إشكالية من الإشكاليات التي ما زال المجتمع المغربي يعاني من ويلاته ومن سلبياته. أنا معجب بجمعيتكم وبأهدافها، لذلك أدعوكم إلى أن تعملوا بكل جهدكم وعلى يعني الدفع بهذه الأهداف إلى الأمام. فالتاريخ المحلي الآن في المجتمعات الغربية يعني من موضة من موضات، يعني من الآن الجامعات الغربية أصبحت تولي لهذا الموضوع أي التاريخ المحلي يعني أهمية بالغة. ويعني نحن في المغرب لا زلنا في يعني مرحلة يعني البداية، يعني في مرحلة الانطلاقة. لذلك أنا لما قرأت أهداف جمعيتكم يعني استبشرت خيرا وأعجبتني كثيرا. كما قلت إن موضوع هذه الأمسية يعالج محور التعليم في المغرب في فترة الاستعمار. كثيرا ما نستعمل مصطلح الحماية، وهو مصطلح يجب يعني أن ننتبه إلى خطورته،
ولكن هو موضوع يعني هو مصطلح تقني ما دمنا قد ألفنا استعماله، فإذا استعملته فمن باب يعني هذه المسألة التقنية فقط. أنا عندي تحفظات كثيرة على هذه الكلمة. يعني رغم أن المدة التي خضع فيها المغرب للاستعمار فترة قصيرة مقارنة بباقي نعم الصوت يصل. سأقدم كلمة الجمعية ومن ثم سأعطيك الانطلاق في الموضوع إن شاء الله. نعم تفضل أخي. إذا شكرا على تقديمكم الدكتور موسى، ونرحب بك في هذا اللقاء العلمي. سأمرر الكلمة للأستاذ محمد فرح رئيس جمعية فوتي للذاكرة والتراث، سيعطي الكلمة باسم الجمعية، ومن ثم سأعود لأرحب بالأستاذ رشيد رحمة الله، ومن ثم تنطلق المحاضرة مع الدكتور موسى مرغيش. تفضل سي محمد. شكرا. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور موسى مرغيش على قبوله المشاركة في هذا النشاط العلمي، كما أتقدم كذلك بالشكر الجزيل للسي محمد والسي رشيد على تسييرهما وعلى تنسيقهما لهذا النشاط. طبعا أشكر كذلك المشاهدين الأعزاء على متابعتهم لهذا النشاط العلمي الذي يدخل ضمن الأنشطة الثقافية التي تنظمها جمعية فونتي للذاكرة والتراث، طبعا دعم البحث العلمي الأكاديمي، خاصة في مجالات ومواضيع جديدة أصبحت اليوم تشغل بال مجموعة من الباحثين في الحقل التاريخي وكذلك في الحقل السوسيولوجي. وطبعا تأتي مداخلة الأستاذ موسى في هذا الإطار لأنه سيغني النقاش حول موضوع مهم يشغل بالنا وهو السياسة التعليمية، ولكنه سيعود بنا إلى الوراء إلى فترة الحماية لكي يتطرق إلى السياسة الاستعمارية في المغرب وكيف تعاملت طبعا مع الثقافة جميعا. وطبعا أتمنى التوفيق لأشغال لهذا اللقاء العلمي المثمر إن شاء الله. شكرا للأستاذ محمد فرح. إذا أمرر الكلمة للأستاذ رشيد، كلمة ترحيبية بالأستاذ، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية تاريخية. الشكر موصول لكل من ساهم في إنجاح هذا اللقاء العلمي الذي سوف يكون متنورا ومتميزا إن شاء الله. أجدد شكري للأستاذ الدكتور موسى على قبوله الدعوة وعلى يعني العمل على تقديم محاضرة حول موضوع من المواضيع التي لا تزال تشغل قضايا الراهنة وهو موضوع التعليم. فالمسألة التعليمية في الوقت الراهن، الوقت الذي نعيش فيه، لا تزال تشغل الرأي العام، سواء المسؤولين والمجتمع المدني وكل المتداخلين فيه. وهذا بالدرجة الأولى يعني يؤكد بأن هذه المسألة ليست مسألة حديثة العهد، ليست مرتبطة بالواقع الراهن، ولكن هي مسألة تعود جذورها التاريخية إلى الفترة الاستعمارية. تعود جذورها إلى الفترة الاستعمارية بكل يعني تلويناتها، تعود جذورها إلى الفترة الاستعمارية بكل الصراعات التي عرفتها هذه المرحلة، سواء داخل الإدارة الاستعمارية أو مع أطر الحركة الوطنية. تعود كذلك جذورها إلى المخططات الأولى التي وضعها المقيم العام الفرنسي الذي هندس للتعليم وهندس لمشروع الحماية ككل في بداية فترة توقيع الحماية. لن أطيل بطبيعة الحال، فالأستاذ المحاضر إن شاء الله سوف يقدم ما فيه الإفادة والاستفادة لنا معا. أشكر جميع المساهمين في إنجاح هذا اللقاء العلمي، وبحول الله سوف نساهم معا أنا وزميلي في جمعية فونتي الأستاذ محمد فرح ومع الأستاذ المحاضر بطبيعة الحال في إغناء قضايا البحث التاريخي التي تهمنا في هذه المحاضرة بالدرجة الأولى.
فإليك الكلمة أستاذ محمد. شكرا الأستاذ رشيد رحمة الله. إذا أمرر الكلمة للدكتور موسى مرغيش ليفصل في هذا الموضوع الذي هو عنوانه السياسة التعليمية في المغرب الحماية، المساهمة في فهم السوسيولوجيا الاستعمارية. إذا كلمة لك دكتور، تفضل. شكرا. دونك أجدد الشكر للإخوة على هذه المقدمات، وأعود لأقول بأن موضوع هذه الأمسية يعالج محور التعليم في المغرب في فترة الاستعمار. ورغم أن هذه المدة قصيرة نسبيا مقارنة مع باقي التجارب الاستعمارية، فإنها أحدثت تغيرات جذرية وبنيوية في المجتمع المغربي، ولا تزال ملامحها حاضرة. فموضوع التعليم من المواضيع التي استأثرت ولا تزال باهتمام النخبة المفكرة والنخبة الحاكمة الآمرة في كل الثقافات وفي كل الحضارات، في الماضي في الحاضر، وسيبقى الأمر كذلك في المستقبل، وذلك نظرا لأهميته ومركزيته في توجيه وترشيد العمران البشري بشكل عام. أود في البداية أن أنبه إلى مسألتين أساسيتين عبارة عن ممهدات لهذه المداخلة. المسألة الأولى تتعلق بمسؤولية المؤرخ المغربي على وجه الخصوص. إن الدراسات المرتبطة بتاريخ المغرب وما يقترن بذلك من علوم كالسوسيولوجيا والأنثروبولوجيا تتميز بالثراء والتنوع والغنى، حتى إن أحد المؤرخين كتب أو مهد لأطروحته سنة 1964 ليشير إلى أهمية هذا التنوع وهذا الثراء في التاريخ المغربي أو الدراسات المرتبطة بتاريخ المغرب، وقال بأن قليلة هي إذن المواضيع أو الأفكار التي لم ينتبه إليها الدارسون. فالأستغرافيا المرتبطة بتاريخ المغرب غنية جدا، ولكن للأسف هذا الثراء وهذا التنوع ما زال حبيس النخبة المتخصصة. لذلك فمسؤولية المؤرخ تقتضي إشاعة الثقافة والوعي التاريخيين على نطاق واسع من خلال الاستعانة بالوسطاء الذي ينقص. نحن المجتمع المغربي عندنا مشكلة الوسطاء، يعني عندنا متخصصون وعندنا يعني أناس يعني غير متخصصين، ولكن نحتاج إلى حلقة وصل بين النخبة والإنسان الغير متخصص، وذلك عن طريق توظيف مختلف وسائل التخاطب وتشكيل الرأي العام كالإعلام والفن والأدب. في أوروبا يعني انتبه الدارسون في التاريخ إلى هذه المسألة بعد الحرب العالمية الثانية، ويعني قاموا بمجهودات في هذا الاتجاه. والآن نرى يعني الإنسان الغربي ذو ثقافة متوسطة، يعني عنده ثقافة تاريخية لوطنه ولمحيطه. نحن الآن عندنا يعني هذا النقص. لذلك أقول بأن المؤرخ من مسؤولياته العمل على تجاوز هذه العثرة. الملاحظة الثانية تتعلق بكيفية التعاطي مع المشروع والإرث الاستعماريين، ولا يتأتى التعاطي الإيجابي معهما إلا بالاجتهاد في فهم آليات وميكانيزمات المشكلة له، يعني
المشروع والإرث الاستعماريين. من هنا تأتي الحاجة إلى الحديث عن السوسيولوجيا الاستعمارية وكشف معالمها على نطاق واسع. إن المقصود بالسوسيولوجيا الاستعمارية هي مختلف الجهود المعرفية المبذولة سواء من طرف مؤسسات بحثية متخصصة أو خبراء متخصصون في مجالات العلوم الإنسانية بشكل عام في سياقات تاريخية كان يطغى عليها هم الاستحواذ وإخضاع الشعوب وخدمة الهيمنة والمركزية الغربية. إن عيب هذه الجهود رغم أهميتها، فنحن نقدر جهود هؤلاء الباحثين الغربيين، ولكن رغم أهميتها وثرائها ونوعيتها استخدمت للغايات الاستعمارية، وستلتحم هذه الجهود بالأهداف التسلطية الإمبريالية. لذلك نرى أنه في سنة 1900 نظم في باريس مؤتمر دولي لتناول موضوع علم الاجتماع الاستعماري لدراسة المسائل الأخلاقية والمجتمعية المرتبطة بحركة الاستعمار. وقد أنجز محمد واقدي كتاب قيم جدا في هذا الموضوع عنونه بالعلوم الإنسانية والإيديولوجية، نشره أول مرة 1983 ونشر مرات يعني أخرى بعد ذلك. انتبه إلى هذا الخطأ أو هذا الخلل أو هذا التحيز مجموعة من الدارسين الغربيين، أذكر منهم جيرمان عياش، يعني في كتابه إيتود ديستوار ماروكان تحدث كيف أن الغرب أو فرنسا وظفت المعرفة لخدمة أهدافها التوسعية. وكذلك دانيال غيفي، يعني دانيال غيفي مؤرخ لا يمكن لدارسي التاريخ المغربي أن يستغنوا عن هذا المؤرخ. يعني هذا المؤرخ يعني قام بجهود جبارة، كتب فصل في أطروحته عن اليوتي سماه إكزوتيزم إي بينيتراسيون سيونتيفيك، كيف أن العلوم كانت وسيلة من وسائل يعني الهيمنة. لذلك فالمعرفة لم تكن بريئة. أعود إلى موضوع السياسة التعليمية وأقول من باب الأمانة أن هذا الموضوع قد استهلك على الأقل بالنسبة للمتخصصين، بحيث شكل مادة بحث للعديد من الدراسات والأبحاث الجامعية، وإن كان المنشور من هذه الدراسات ما زال محدودا مقارنة بأهمية الموضوع. أود كمدخل أن أذكر ببعض المصادر المهمة التي يمكن للباحث الاعتماد عليها في هذا الموضوع. وأغلب هذه المصادر كتبت باللغة الفرنسية، وما كتب منها باللغة العربية عبارة عن ترجمة لهذه الدراسات المكتوبة أو المحررة باللغة الفرنسية. وأفضل التمييز في هذه المصادر بين نوعين من المصادر، وهذا اجتهاد شخصي. حاولت التمييز بين يعني مصادر دعائية ومصادر أكاديمية. معيار التصنيف هذا يقوم على أساس الهدف من وراء تحليل هذه الدراسات. أما المصادر الدعائية فهي عبارة عن كتابات لمنظري السياسة أو الفكر الاستعماري، بيّنوا فيها الخطوط العريضة لما يجب أن تكون عليه هذه السياسة. وتكمن أهمية هذه المصادر في كون أصحابها ممن تقلدوا مناصب عالية في الإدارة الاستعمارية، خصوصا في قطاع التعليم. أذكر بعض الأمثلة. عندنا كتاب لو ماروك دو دومان، مغرب الغد، لبول مارتي. بول مارتي شخصية أثرت كثيرا في السياسة التعليمية، وكان مدير لثانوية المولى إدريس في فاس، ويعني
مدير لمصلحة الشؤون الأهلية إلى غير ذلك. فهذا الكتاب يوضح عن رؤيته للسياسة الاستعمارية. ثم عندنا أيضا شخصية أخرى لا تقل أهمية، هو جورج أردي الذي كتب دراسة حول لو بروبليم سكولير أو ماروك، وكان من قبل منظرا للسياسة التعليمية في إفريقيا السوداء، يعني في المنطقة التي كانت خاضعة للسيطرة الفرنسية، وتحدث عن لا كونكيت مورال، يعني كيف يمكن يعني الولوج الى اعماق، او ما يعني اذا اردنا ان نترجم الكلمه هو الغزو الروحي او المعنوي للشخصيه او للاهالي حسب التعبير الاستعماري المتداول. عندنا شخصيه اخرى هو لوي بغينو، حصل على دكتوراه في الاداب في باريس، كان مدير المعهد العالي للدراسات المغربيه، رئيس مكتب التعليم. كتب كتاب ايضا مهم جدا هو لي بروميي كونساي، يعني النصائح الاوليه. ثم عندنا دراسه اخرى لموريس غودفروا دي مونبين، سماه لوفر فرانسيز اون ماتيير دو لونسينيمون، هو مستعرب، كتب الكثير من الدراسات حول الاسلام والمغرب. يعني كل هذه الدراسات لها رغم اهميتها العلميه لها توجه ايديولوجي، كانت تروج للسياسه الاستعماريه. في المقابل عندنا مصادر اكاديميه تختلف عن المصادر الاولى من حيث ان هم اصحابها هو دراسه وتحليل هذه الظاهره او هذه السياسه التعليميه في اطار ابحاث جامعيه جاده. من هذه المصادر عندنا ألبير عياش، كتب كتاب يعني مع الاستقلال 1956 عن حصيلة الاستعمار، لو ماروك بيلون دين كولونيزاسيون. ثم عندنا إذا قلت بأن الشق الثاني أو النوع الثاني من المصادر هي المصادر الأكاديمية، وقلت بأن أصحاب هذه الدراسات كان الهم العلمي هو الباعث على هذه الأعمال. وذكرت دراسة ألبير عياش مباشرة مع حصول المغرب على الاستقلال، تساءل، هي دراسة يعني عبارة عن تساؤل عن حصيلة الاستعمار الفرنسي في المغرب، وتحدث عن التعليم في هذا الكتاب، كتاب لو ماروك بيلون دين كولونيزاسيون، يعني في سنة 1956. ثم عندنا دراسة أخرى وهي أطروحة الدكتوراه في جامعة السوربون في سنة 1957، قدمها لوسيان باي وسماها Enseignement et Société musulmane، التعليم والمجتمع المغربي، Introduction et Évolution de l'enseignement moderne، يعني تطور التعليم الحديث في المغرب، يعني ناقشها. وهذا لوسيان باي يعني كان مقرب من اليوتي وتولى يعني مناصب مهمة في التعليم الاستعماري. عندنا دراسة قديمة أيضا نسبيا، وهي ل يعني مؤرخ أو باحث يوغوسلافي يسمى بسيغيش لاديسلاف، أوروبيان إي ماروكان، الأوروبيون والمغاربة، وهو عالج المدة ما بين 1930 و 1956. يعني هذا كتاب أيضا فيه يعني بعض المحاور عالج فيه السياسة يعني التعليمية، وأعطى يعني أرقام مهمة جدا. يعني هو يعني أتى إلى المغرب ومكث فيه 3 سنوات يعني، وبحث وهو خبير في مسألة التربية. عندنا دراسة لباحث مغربي أيضا، دراسة مهمة جدا، هو محمد بن هلال، حول ثانوية أزرو، لو كوليج d'Azrou، une élite berbère civile et militaire au Maroc بين 1927 و 1959. يعني دكتوراه ناقشها 2002 وتم نشرها مع لا ميزون كارتلا سنة 2005. يعني كتاب أيضا قيم
جدا. يعني هذه قلت بعض المصادر التي يمكن للإنسان الباحث أن يعتمد عليها يعني لأخذ صورة دقيقة جدا عن السياسة التعليمية في هذه الفترة. قد يعني لابد من الحديث ولو بنوع من يعني من التلخيص عن الحياة الفكرية قبل دخول فرنسا إلى المغرب. فالحياة الثقافية في المغرب عرفت نوع من الجمود والتدهور يعني منذ القرن السادس عشر. فالكثير من العلوم اندثرت، الرياضيات، الطب، الفلسفة، حتى بعض العلوم الشرعية التي كانت ضرورية للفقهاء للفتوى أن اندثرت. كما أن المجموعة من المدارس لم تعد وظيفية، مجموعة من المدارس قد أغلقت. يعني والمغرب في القرن التاسع عشر سيعرف مجموعة من الأحداث السياسية المهمة التي ستساهم في يعني التوعية، يعني وعي النخبة المثقفة بهذا التدهور وهذه الاختلالات التي يعرفها قطاع التعليم. أهم هذه الأحداث هو احتلال الجزائر 1830، ثم هزيمة إسلي 1844، وحرب تطوان 59 60 61. كل هذه الأحداث يعني ستحدث هزة عنيفة في أوساط النخبة وفي نفوس المغاربة قاطبة. ثم عوامل أخرى ستساهم في الدفع في اتجاه المنادات بإصلاح التعليم. في المشرق كانت هناك حركات إصلاحية وصل صداها إلى المغرب، خاصة تجربة محمد علي الإصلاحية في مصر. ثم أيضا انطباعات بعض المغاربة من خلال تقاريرهم عن رحلاتهم إلى أوروبا، يعني لم يخفوا انبهارهم وإعجابهم بما وصلت إليه أوروبا من تقدم. أهم هذه الرحلات أو هذه الشخصيات هي رحلة محمد عبد الله الصفار إلى فرنسا 1845، ورحلة ابن عزوز كذلك 1849، ورحلة ابن إدريس العمراوي 1860. بكلمة، المناخ العام كان مهيأ لقبول فكرة إصلاح التعليم، وهذا ما تؤكده بعض المحاولات الإصلاحية في هذا المجال. وقد تحدث المؤرخ المغربي محمد المنوني رحمه الله، يعني محمد المنوني قدم خدمة رائعة للتاريخ المغربي، يجب أن نفتخر بهذا المؤرخ ويجب أن يكرم ويجب أن تنشر كتبه على يعني مستوى أوسع، لأنه في الحقيقة إنسان قدم جهود جبارة في هذا الميدان. في كتابه مظاهر يقظة المغرب الحديث تحدث عن هذه المحاولات الإصلاحية، وقامت هذه المحاولات على فكرتين أو دعامتين أساسيتين. الأولى تتمثل في العمل على بناء مدارس عصرية، يعني نوع من التحديث على المستوى البرامج وعلى مستوى المواد التي أصبحت تدرس في هذه المدارس، وإن كانت محدودة جدا. أهمها مدرسة المهندسين في فاس التي فتحت أو أسست سنة 1844، ومدرسة الألسن في طنجة التي كان من مهامها إعداد الطلبة بغية إرسالهم في إطار بعثات طلابية إلى أوروبا. فالبعثات أيضا كانت تشكل الدعامة الأخرى لهذه المحاولات الإصلاحية. يعني لا أطيل يعني في هذه النقطتين، فقط أريد أن أقول بأن أريد أن أبين بأن النخبة المغربية كانت واعية ومدركة لهذه الاختلالات، وأن التعليم في المغرب كان عاجزا عن مواكبة تحديات العصر، لأن الكتابات الاستعمارية ستبالغ، أنا أسميه عقيدة المن، بأن الاستعمار هو الذي يعني زرع، يعني كان هو عامل يقظة بالنسبة للمثقف المغربي أو غير ذلك. فالنخبة المغربية بعض
ليس كل، ولكن كان هناك نخبة أدركت هذا التخلف وهذه الاختلالات. الآن نأتي إلى العنصر المهم، هو رهانات التعليم الاستعماري. رهانات التعليم الاستعماري. فمؤسسة الاستعمار قامت على مبدأ تقسيم الأدوار. هذه مسألة مهمة جدا في الفكر الاستعماري. قامت على مبدأ تقسيم الأدوار وتكاملها في تحقيق أهدافها المنشودة. والتعليم سينخرط في هذه المنظومة الكلية. يقول لوي بغينو، يعني يعبر عن هذه الفكرة، يقول: tandis que l'armée dompte les dissidents et protège les gens soumis et paisibles, tandis que l'administration assure le bien-être matériel des adultes, l'école forme les jeunes esprits, prépare une génération plus avancée et plus apte à collaborer avec nous à l'œuvre des progrès que la France accomplit ici avec son désintéressement habituel. يعني هنا يتحدث عن الجيش دوره في حماية وإخضاع المناوئين، والإدارة توفير المصالح، الخدمات، وأن التعليم هو هدفه هو تحقيق جيل من الشباب قادر على التعاون والتفاعل والقبول بالأفكار الاستعمارية. قرأت انطباع للمؤرخ الفرنسي المشهور شارل أندري جوليان في كتابه لو ماروك فاس aux impérialismes. يعني فقرة وجدت فيها اختزال لطبيعة التعليم الاستعماري وسلبياته. يقول في كتابه هذا: l'instruction fait moins un outil de progrès que d'apartheid. يعني التعليم ليس وسيلة للتقدم في المنظور الغربي بقدر ما هو عبارة عن الأبارتايد. يعني elle enferme les Marocains dans leur classe sociale en leur interdisant toute possibilité d'évasion culturelle. التعليم يمنع المغاربة من تشكيل نخبة قادرة لتحقيق نوع من التطور الثقافي. Le droit à la différence que l'on reconnaissait à l'autre servait de justification à une discrimination sociale d'inspiration ségrégationniste. هذا مهم جدا. يقول في معرض حديثه عن هذه السياسة: il y a une volonté d'empêcher l'instauration d'une intelligentsia difficile à contrôler et encline à sécréter d'un nationalisme destructeur. أهمية هذا المؤرخ أنه من المؤرخين الأوائل الذين أحدثوا قطيعة مع الكتابات الاستعمارية التقليدية. ساهم شارل أندري جوليان في تطوير الإستغرافية التاريخية، ويعني كان هذا التحول مع بداية ظهور حركات التحرر في مدغشقر، في الحروب الهندوشين، وأيضا في ستيف، وأيضا لاحقا في المغرب. الإدارة الاستعمارية كانت تدرك إذن أهمية التعليم في إرساء دعائم مشروعها، لكنها كانت في الوقت نفسه متخوفة من انعكاساته. كانت هناك تخوف من أن التعليم هناك احتمالات أن يؤدي إلى عكس المأمول، وبالتالي تقويض دعائم وفلسفة الاستعمار وزعزعة الأسس التي قام عليها. لذلك نرى في تطور السياسة التعليمية مجموعة من المراحل. المرحلة الأولى حتى 1920، المرحلة الثانية حتى الحرب العالمية الثانية، ثم المرحلة هناك نوع من التكيف مع التطورات السياسية التي كانت تحدث في المؤسسة الاستعمارية. ممكن أن نعود لنتحدث بعد عن تفاصيل هذه المراحل
لأن إذا دخلنا في كل التفاصيل الوقت لا يكفي. السياسة الإدارة الاستعمارية يبدو من خلال دراسة الكتابات التي سبق لي وأن أشرت إليها، يعني استخلصت 3 أهداف أساسية. أولا الغزو الروحي أو الغزو السلمي. يعني كانت المدرسة وسيلة للنفاذ إلى عمق أو أعماق المشاعر المواطن المغربي، ثم تكوين الوسطاء وتأهيل اليد العاملة، ثم أخيرا المحافظة على الخصوصية الثقافية واللغوية. أفصل بعض الشيء في كل محور، في كل هدف من هذه الأهداف، لأنها أعتقد أنها عناصر مهمة. بول مارتي الذي تحدثنا عنه سابقا يقول بأن المجتمع المغربي من خصائصه ومميزاته أنه تواق إلى المعرفة وإلى التكوين، وبرر يعني هذه الفكرة بهجرة مجموعة من الشباب المغاربة إلى المشرق من أجل الدراسة. تعرفون أن المشرق كان يعرف حركة فكرية إصلاحية، أفكار النهضة، أفكار الجامعة الإسلامية، جمال الدين الأفغاني، محمد عبده، رشيد رضا، وعليه فإن إهمال التعليم في المغرب حسب بول مارتي يعني فتح الباب أمام مصراعيه للتأثيرات المشرقية. تعرفون أن فرنسا كانت تبذل قصارى الجهود من أجل محاربة الأفكار التي تأتي من المشرق. ممكن نتحدث عن منع الجرائد والمجلات، ممكن يعني فيه بعض ما يسمى عندنا في كتب التاريخ بالسياسة الإسلامية. يعني فرنسا ناورت على أكثر من صعيد من أجل يعني الحد من تأثيرات المشرقية. لذلك فإهمال التعليم كان معناه فتح المجال أمام هذه الأفكار الوافدة من المشرق. يقول لوي بغينو بأن المدرسة تأسر قلوب الأهالي وتجعل منهم خدام طيعين لبلادنا أي لفرنسا. L'école conquit les cœurs des indigènes et fait d'eux des serviteurs loyaux de notre pays. لذلك فالإدارة الاستعمارية كانت مرتبكة، أصابها نوع من الارتباك، حتى أن الصديق ليوتي المسمى بليون باغيتي في كتابه لا فرانس وماروك عبر عن هذه التخوفات وعن هذه الآمال بكلمات معبرة جدا. يقول، يعني أقول بالفرنسية وأعطي يعني معنى عاما بالعربية: Les enfants qui sortiront de nos classes garderont pour toujours notre empreinte. الأطفال الذين يعني يدرسون في مدارسهم سيتأثرون وإلى الأبد بالتأثيرات الفرنسية بون أو موفيز، سواء كانت هذه التأثيرات إيجابية أم سلبية. Suivant ce que nous leur aurons appris et suivant la manière dont ils auront appris. Si nous aurons réussi notre conquête, ce sera affirmé. إذا نجحت فرنسا في السياسة التعليمية فإن وجودها سيتعزز. أما إذا حدث العكس، si nous nous sommes trompés, nous aurons semé la rancune qui prépare la révolte. ففشل التعليم معناه يعني أن فرنسا كانت يعني تعد بنفسها ما يمكن أن تقوض به دعائمها. لذلك يعني كان لذلك يقول في نهاية الكلمة: Ces quelques considérations montrent combien délicat et grave est le problème de l'enseignement. Il ne peut être résolu qu'avec beaucoup de tact et de prudence. لابد من الحذر يعني التعامل مع هذه المسألة. هذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني هو تكوين الوسطاء وتأهيل اليد العاملة.
سيعمل منظر السياسة التعليمية على تذليل الصعاب، خاصة تلك المتعلقة باللغة والتقاليد. فالمغاربة لا يتقنون الفرنسية والفرنسيون لا يتقنون العربية، لذلك كان لابد من تكوين ثلة من المغاربة لتسهيل عملية التواصل، قادرة على استيعاب الأفكار الاستعمارية والقبول بمشاريعه والمساهمة في تحقيق هذه الأفكار على أرض الواقع. ليوتي كان من أشد المدافعين على هذه الفكرة، يعني على إيجاد نخبة من المغاربة تعمل على تحقيق هذا وصلة حلقة وصل بين المجتمع والإدارة الاستعمارية. وكان ليوتي يعمل بنفسه على اختيار هذه الفئة وانتقائها، وكان يعقد عليها آمالا عريضة. ومن الأمور التي تنبه إليه في اختيار هذه النخبة أنه كان ينصح هذه النخبة بعدم الانسلاخ عن هويتها الإسلامية حتى تكون أكثر فاعلية. وتعرفون بأن هذه النخبة هي التي ستتكون في مدرسة النبلاء أو الثانويات الإسلامية، يعني فئة قليلة جدا. وأيضا كان على فرنسا أن تكون يد عاملة تستغلها في المصانع وفي المزارع وغير ذلك. لذلك كان لابد من الحد الأدنى. فالتعليم يعني يعمل على تلبية هذا الهدف. الهدف الأخير هو شعار رفعته فرنسا، والمحافظة على الخصوصية اللغوية والثقافية. هذه النقطة بالذات أسست الكثير من المداد ولا تزال، وهي مسألة لا تخلو من تشنجات الآن فيما يصطلح عليه في الأدبيات الاستعمارية بالسياسة البربرية. نحن الآن المغرب ما زلنا يعني هذه المسألة لها حساسية خاصة ما زالت تطرح بشكل كبير في الأوساط يعني المثقفة وفي الجمعيات. ما أقوله في هذا الصدد هو ضرورة الانتباه إلى أن النظام الاستعماري في المغرب كان يعتمد على مجموعة من التناقضات في المجتمع المغربي، والغرض هو التنويم. فتارة كما قلت يتحدث عن السياسة الإسلامية، الدفاع عن الإسلام، ويعني في هذا السياق يعني ليوتي كان ذكيا وقام مجموعة من الأمور. هناك كتابات عن السياسة الإسلامية لليوتي، مجموعة من الأمور. وفي الجهة المقابلة يتحدث عن السياسة البربرية أيضا، يعني كلها في نهاية المطاف ميكانيزمات تخدم الطريقة المثلى لإخضاع المغرب. فهنالك تيار يرى بضرورة الاقتراب من السلطان وأن تتم العملية الاستعمارية باسمه. وكانت هنالك تيار آخر يرى بضرورة يعني استيعاب القبائل وتأليبها. يعني كان هناك صراع كبير جدا انتهى في نهاية المطاف بتبني الخيار الأول، أي الاعتماد على السلطان والاقتراب به، ودون أن يتم تجاهل مطالب الفريق الثاني، خاصة متعلق بالاختلافات التي يتميز بها المجتمع المغربي أو التنوع الذي يتميز بها المجتمع المغربي. لذلك سنرى أن التعليم في المغرب سيأخذ صبغة نلمس فيه تأثيرات هذه الأفكار وهذه التوجهات. يعني كاين كثير من ما يقال في هذه الأمور، ولكن
أعتقد الفكرة وصلت، والمسألة يعني إذا كانت تحتاج إلى تفصيل فنعود إليها فيما بعد. إذا التعليم سيكون الوسيلة الأكثر فاعلية لتحقيق هذه المطالب. في 1928 عندنا مفكر باحث مؤرخ مهتم بالإسلاميات هو دي مومبين الذي كتب يعني كتاب معروف هو لوفر فرانسيز اون ماتيير دو لونسينيمون. أنا قرأت هذا الكتاب وهو كان الإنسان يعني عنده إنتاجات علمية كبيرة جدا، كان يتقن العربية. يقول بأن فرنسا أو السياسة التعليمية يجب أن تختار بين 3 خيارات، وهي إما أن تتبنى سياسة التحريم والأسلمة، أو سياسة المحافظة على المسألة الواقع القائم، أو المبادرة أو رد الفعل. يعني يجب على فرنسا لا تنتظر، بل يجب أن تبادر المبادرة. وكان هو من الذين ينادون بضرورة العمل على الحفاظ على الاختلافات اللغوية والدينية والاجتماعية القائمة بين ما يسمونه بمجال السهول ومجال الجبال. لذلك سندخل بعد 1920 هنالك محاولات نجدها كثيرا في الكتابات الاستعمارية عن إزاحة اللغة العربية من المدارس في بعض المناطق، وكذلك الاستغناء عن الفقهاء وتعويضهم ببعض المعلمين الذين أتوا من الجزائر، من منطقة القبائل إلى غير ذلك. يعني هذه يعني أهداف يعني كبرى عليا للتعليم في هذه الفترة. التنظيم الفعلي للتعليم سيكون إذن يتمادى مع هذه الأهداف. يعني هنالك نوع من التكيف في التنظيم الفعلي على أرض الواقع. نجد مجموعة من المدارس تتميز بالتنوع والتميز بالاختلاف حسب الأهداف المرسومة. لا أدخل في كل التفاصيل، أقول مثلا عندنا في التعليم الابتدائي عندنا مدارس الأعيان أو النبلاء. هذه مدارس تخصص فقط لفئة قليلة جدا من المتعاونين مع المستعمر. ثم عندنا المدارس العربية الفرنسية في المدن، وهي مفتوحة في وجه العامة، يعني التعليم كان عنده طابع مهني. ثم المدارس العربية الفرنسية في البوادي، فرنسا كانت ضد فكرة هجرة سكان البوادي المدن، فكانت تريد استغلالهم في الضيعات. ثم عندنا المدارس البربرية حسب التعبير، يعني التعبير المستعمل، خصوصا في الأطلس وخاصة بعد 1923. يعني هذه السنة ستعرف انتشار مجموعة من المدارس. أما هذا يخص التعليم الابتدائي. أما التعليم الثانوي أيضا كانت عندنا ثانويات ما يسمى بالثانويات الإسلامية في فاس، يعني ثانوية المولى إدريس، وفي الرباط المولى يوسف. الأولى يعني فتحت سنة 1914 والثانية 1916 و17. ثم عندنا لاحقا ثانوية أزرو 1924 وثانوية أخرى في مراكش 1929. يعني ولكن التعليم الثانوي تميز أيضا بأنه كان يستهدف فئة قليلة جدا، وأيضا سواء تعلق الأمر بالتلاميذ المسجلين فيها أو بعدد المدارس أو الثانويات في المغرب. عندنا التعليم العالي لم تفتح جامعات، بعض المعاهد أهمها معهد الدراسات العليا المغربية الذي يعني عوض المدرسة العليا للدراسات العربية والبربرية. ثم عندنا المعهد العلمي الشريف، معهد الدراسات العليا العلمية، ومركز الدراسات
القانونية. بعجالة إذا أردنا أن نتحدث عن مفاسد أو سلبيات التعليم الاستعماري، هذه السياسة الاستعمارية تعرضت للنقد منذ البداية، بل يعني زادت حدتها مع الاستقلال. وقد تولى المؤرخون الفرنسيون بأنفسهم فضح هذه السياسة وكشف عوراتها، وأشرنا من قبل إلى دراسة ألبير عياش وشارل أندري جوليان، وهنالك مؤرخة أخرى اسمها إيفات كاتان بن سامون كتبت كتاب يعني دراسة دكتوراه حول وجدة إن فيل فرونتيير دي ماروك 1956 musulmans juifs et chrétiens. حاولت أن تأخذ خلاصات أو انطباعات شارل أندري جوليان ووسعت فيها، وجهت من السلبيات التي يتميز بها التعليم الاستعماري حسب يعني هذه المؤرخة. أولا استراتيجية المحافظة على الوضع الاجتماعي القائم، يعني في فرنسا أرادت أن يبقى المجتمع المغربي منقسما على نفسه، يعني إذا أردنا نستعمل شوية مصطلح الماركسي الطبقي، يعني الفقير يبقى فقير والغني يبقى غني والإنسان في البادية يبقى في البادية، يعني حاولت أن تحافظ على هذا الوضع الاجتماعي القائم. وأن التعليم الاستعماري يتميز بنوع من التمييز الاجتماعي والعرقي في انتقاء الفئة المتمدرسة. ثم إن التعليم التعليم الحديث كان موجه للأقلية فقط. الإمكانيات المادية كانت غير كافية، فالإمكانات المخصصة للتعليم لم تعرف تطورا، بقيت على حالها أكثر من 15 سنة، يعني حتى 1925 ميزانية التعليم بقيت على حالها. ثم أن الأطر أو الأساتذة كانت تفتقر إلى الكفاءة. المغرب كان فرصة لمن لم يجد فرصة في فرنسا، يعني كان الفرصة يستغلها بعض الناس غير المحظوظين في فرنسا، يأتون إلى المغرب لملء الفراغ، يعني في انتظار أن يجدوا فرصة في فرنسا، لذلك كانوا يفتقرون إلى التكوين. يعني هذا هو التعليم الاستعماري الذي كان تحت سيطرة أو تحت إدارة الحماية بين قوسين. في الجانب المقابل كان هناك تعليم مستقل. عندنا التعليم اليهودي في هذه الفترة، بل منذ 1912 تميز بنوع من الحيوية والديناميكية. يعني كانت مدارس مهمة جدا. كانت 1912 12 مدرسة للصبيان و12 مدرسة للفتيات ومدرسة مختلطة، وهذه المدارس كانت تابعة للتحالف الإسرائيلي العالمي الذي أسسه مجموعة من اليهود في فرنسا 1860 من أجل مساعدة اليهود. عندنا التعليم الموجه للفرنسيين، يعني التعليم الرسمي للفرنسيين، يعني كان تعليم حديث شبيه بالتعليم الفرنسي في المتروبول في فرنسا. وغالبا ما كان كان التلميذ او الطفل المغربي حظوظه قليله في ولوج هذه المدارس، باستثناء بعض المدن التي لم تكن توجد فيها مدارس النبلاء، فكان يقبل بعض ابناء الارستقراطيه بولوج، ولكن كانت نسبه قليله جدا. عندنا التعليم المسيحي ايضا، الكنيسه ومجموعه من الجمعيات التي تعمل في اطار تحت رايه او تحت سقف الكنيسه. كان هناك ايضا مجموعه من المدارس، ولعل اهم مدرسه هي مدرسه شارل دو فوكو في الرباط وفي الدار البيضاء، لانها تركت
أثر مهم جدا على مجموعة من الفرنسيين الذين درسوا هنا في المغرب. أمام هذه الاختلالات وهذه العيوب ستعمل النخبة المغربية على التفكير في ردة الفعل بالمعنى التوينبي، التحدي والاستجابة. تم التفكير في فتح مدارس حرة، فهذه الظاهرة بدأت 1919 ووصلت أوجها 1924، وقامت على أساس تجديد المناهج وإصلاح المدارس، يعني شكل المدارس، أقسام ومقررات وغير ذلك. ولكن هذه المدرسة، هذه التجربة لم تنجح لعدة اعتبارات. أولا، أن المؤسسون لهذه المدارس كانت يعانون من اختلافات في التوجهات الفكرية والمذهبية، ثم الصراعات حول الزعامة، ثم غياب الرؤية، لأن أغلبية المؤسسون لهذه المدارس كانوا يفكرون في تقديم تعليم لأبنائهم، فبعد انتهاء هذه المدة يعني يتركوا يعني نوع من إهمال هذه المحاولات، ثم غياب أطر قادرة على الوفاء بمطالب هذه الإصلاحات، ثم المشاكل المادية. المغرب كان يعرف أزمات اقتصادية، والتجار كان ممول رئيسي لهذه المدارس أحيانا يعانون من إشكاليات مادية، ثم أن الحماية كانت تغري بعض المعلمين أو الأساتذة في هذه المدارس، يعني تقوم بإغرائهم وإدخالهم في المدارس الفرنسية. كما أن فرنسا حاولت أن تتكيف مع هذه المعطيات، فبدأت تعطي بعض الأهمية للغة العربية في مدارسها، تعطي بعض حتى يتم يعني الاستدراج أو تشجيع المغاربة على الولوج إلى المدارس الفرنسية. كخلاصة لكل ما قيل، يحق لنا في النهاية أن نتساءل عن الحصيلة، وإن كانت هذه المداخلة لا تروم الإجابة عن هذا السؤال. لقد أقر لاديسلاف ليغيش، يعني الذي سبقت أن أشرت إليه في كتابه الأوروبيون والمغاربة، إلى أن التعليم كان حاسما في تكوين الحركة الوطنية وتشكلها، بحيث طرح سؤال على الشكل الآتي: إلى أي مدى ساهم التعليم العصري الفرنسي في نشوء وتشكل الحركة الوطنية؟ هل من خلال الأطر التي تم تكوينها في هذه المدارس الحديثة، وهذه الأطر شكلت القيادات التي ناضلت من أجل الاستقلال، أم من خلال الشعور بالإحباط الذي تولد لدى النخبة وعامة الشعب بسبب قصور التعليم؟ يعني هو يقر بأن التعليم سواء كان إيجابيا أم سلبيا كان من أسباب يعني ردة فعل المغاربة، ليس فقط من أجل فتح المدارس، من أجل البحث عن نيل الاستقلال. عندنا المفكر المغربي الكبير محمد عابد الجابري رحمه الله، هو أيضا اهتم بهذا الموضوع في كتابه المغرب المعاصر، يعني وهو مقال عن السياسة التعليمية الاستعمارية، ومقال كان نشره في المستقبل العربي في 1986. بعد دراسته لهذه المسألة من جوانب مختلفة ومتعددة، انتهى به الأمر الحكم بفشل هذه السياسة، يعني أقر بأن هذه السياسة فشلت، وعلل ذلك بثلاث عوامل. يقول: خطأ السوسيولوجيا الاستعمارية، ثم جهل أقطاب السوسيولوجيا، يعني يجهلون المجتمع المغربي، ثم يضيف مقاومة الشعب المغربي لهذه السياسة. أنا شخصيا يصعب القبول بهذا الحكم رغم احتراماتنا واعتزازنا بمحمد عابد الجابري كقامة فكرية، يعني ألقت بظلالها على الساحة الفكرية في الشرق والغرب. بل إن المثير هو أن محمد عابد الجابري يقر بنفسه مدى الأثر السلبي الذي أحدثته المنظومة التعليمية الاستعمارية. يعني حينما نتحدث عن فشل، يعني ما هو إيجابي لنا يكون سلبيا لفرنسا، والعكس بالعكس. يعني يقول: لقد بقي التعليم الذي أقامته فرنسا في المغرب
ولأبناء المغاربة محصورا عمليا في مدارس الأعيان وبعض الثانويات الإسلامية. والنتيجة، هذا هو المهم في هذا، هي أنه لم يكن هناك في المغرب عند الاعتراف له بالاستقلال من الأطر المؤهلة لتحمل المسؤولية والحلول محل الفرنسيين في الإدارة والمؤسسات العصرية، غير أولئك الذين درسوا في مدارس النخبة، مدارس أبناء الأعيان، أبناء الأرستقراطية. وهكذا برزت في المغرب غداة الإعلان عن الاستقلال حقيقة قاسية. هنالك مجتمع منقسم بين أرستقراطية تسيطر وغالبية مهمشة ومحرومة. في الختام أقول إن التركيز على التعليم والتوعية بأهميته مدخل أساسي وضروري لتحقيق النهوض، وإن السلبيات وإرث السياسة الاستعمارية لا يمكن مواجهتها إلا إذا تم التغلب عن العوائق الإيديولوجية وتجاوز مضرات التحيز، خصوصا وأن السوسيولوجيا الاستعمارية أسست لمفهوم جديد للانتليجنسية للمثقف يقوم على التعالي، الشيء الذي أفقد المجتمع المغربي وحدة نفسية، وبالتالي تغيب المصلحة المشتركة. وهذه الاختلالات هو التحدي الكبير الذي يجب على المثقف أن يعمل على تجاوزه. وشكرا لكم على إصغائكم، وإن شاء الله نفتح بعد المجال للنقاش. نشكر الدكتور موسى على هذه المعلومات القيمة وعلى تفصيله لهذا الموضوع المتعلق بالسياسة الاستعمارية أو السياسة التعليمية الفرنسية بالمغرب زمن الحماية. تطرق الأستاذ إلى رهانة التعليم الاستعماري بالمغرب، واعتبر التعليم ليس وسيلة للتقدم، لأن يعني فرنسا اعتبرت التعليم ليس وسيلة للتقدم، وكذلك تطرق إلى التعليم يمنع المغاربة من تشكيل النخبة، وبالتالي هذا ما جعل من النخبة الشباب المغربي يهاجرون إلى المشرق، خصوصا في ظل ما يسمى بالجامعة الإسلامية. لماذا؟ لأن فرنسا تخوفت من التأثيرات المشرقية، وبالتالي تشكل مصدر قلق لدى السلطات الحماية الفرنسية في إطار سياستها للحد من تكوين وعي وطني لأهداف ما يسمى بتحقيق الاستقلال في هذه الفترة. إذا واعتبر كذلك الأستاذ المدرسة أداة إخداع المغاربة من خلال الدراسات التي قام بها، وتطرق كذلك إلى أن المستعمر سعى من خلال السياسة التعليمية إلى إيجاد نخبة يعني وفية للاستعمار، وبالتالي تشكل حلقة وحلقة وصل بين المستعمر والمجتمع. واعتبر كذلك أن السياسة الاستعمارية في التعليم هدفت إلى يد عاملة لتلبية للمقاولات يعني الفرنسية الاستعمارية التي استثمرت بالمغرب من خلال المحافظة على الخصوصية اللغوية والثقافية. وتطرق إلى حدث مهم اللي هو سنة 1920 السياسة الاستعمارية التعليمية الفرنسية قامت سنة 1920 بإزاحة اللغة العربية والاستغناء عن الفقهاء وتعويضهم بمعلمين جاءوا من الجزائر. واختتم الأستاذ موسى الدكتور موسى مداخلته القيمة بسلبيات السياسة التعليمية الفرنسية من خلال قراءة بعض المصادر أو المراجع التي تطرقت للموضوع، واعتبر أن السياسة التعليمية أفرزت لنا تمييزا اجتماعيا وعرقيا في انتقاء يعني في الانتقاء يعني الفئات، وتطرق ذلك إلى المدارس الإسرائيلية وعلاقتها بالتحالف اليهودي العالمي والتعليم، تطرق إلى التعليم الموجه للفرنسيين، وبالتالي فشلت يعني السياسة الاستعمارية نظرا اولا مقاومه المغاربه ثم لجهل السلطات الحمايه الفرنسيه بالمجتمع المغربي. واختتم الى نقطه مهمه ما بعد الاستقلال، واعتبر ان السياسه التعليميه الفرنسيه افرزت لنا فراغا يتعلق بغياب الاطر لتحمل مسؤوليه المغرب ما بعد الاستقلال. ونشكر الدكتور موسى على تطويره النظري لهذا الموضوع من مقاربه تاريخيه اعتمدت على تنويع في المقاربه البيوغرافيه من خلال قراءه بعض المصادر والمراجع المهمه المرتبطه بتاريخ الحمايه الفرنسيه في المغرب. اذا نشكره جزيل الشكر، ونترك الان يعني نعطي الكلمه
للساده الاساتذه السي رشيد عطر رحمه الله والاستاذ محمد فرح لاغناء هذا النقاش المهم، وبالتالي ساعطيهم يعني الفرصه لطرح اسئلتهم ومقاربتهم، ومن ثم ساعطيكم دكتور موسى الكلمه ومن ثم سنختتم اللقاء. استاذ رشيد تفضل. رشيد رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هل تسمعني؟ نعم نعم نعم. سير رشيد. نعم تفضل تفضل سير رشيد. الصوت هي. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا مرة أخرى. أجدد شكري للأستاذ الفاضل الدكتور موسى على هذه المحاضرة القيمة التي أمتعتنا. صراحة استفدنا الكثير. انفتحنا معه مع مرحلة مهمة من تاريخنا، ومرحلة بطبيعة الحال من خلال المصادر المعتمدة سواء باللغة الفرنسية أو باللغة الفرنسية، مرحلة مليئة بتحولات. انطلاقا من موضوع التعليم، ففرنسا عملت على فرض سياسة استعمارية كانت تخدم مصالحها أكثر مما كانت تخدم مصالح البلد المستعمر. لن أطيل في ما سأقدمه، فقط أشير إلى أنني لن أقدم عرضا بطبيعة الحال، بقدر ما سوف أحاول أن أثير مجموعة من الملاحظات وأسئلة تهم موضوع المحاضرة من جوانب أخرى تساهم في إغناء النقاش وتساهم في إثارة الانتباه لقضايا مهمة تهم التعليم خلال الفترة الاستعمارية. وأشير كذلك إلى أنني سوف أقسم هذه المداخلة إلى شقين، إن سمح لي الأستاذ المسير. سوف أقسم هذه المداخلة إلى شقين، الشق الأول سوف أقدمه الآن، والشق الثاني بعد مداخلة الأستاذ فرح بعد أجوبة الأستاذ المحاضرين إن سمح الوقت طبعا. إذن الجانب المتعلق بمداخلتي سوف أشير فيه في هذه المحطة الأولى إلى الجانب المفاهيمي. تتبعت من بداية المحاضرة إلى الأطر النظرية التي كانت تهيكل المشروع الاستعماري الفرنسي في مسألة التعليم وتطور السياسة التعليمية منذ توقيع معاهدة الحماية إلى غاية الاستقلال وما بعده. فقط في الجانب المتعلق بالمفاهيم لابد أن نشير إلى أن التعليم خلال هذه الفترة هذه هناك شقين: التعليم التقليدي الموروث من الماضي، التعليم التقليدي أو التعليم العربي الإسلامي القديم الذي يعود إلى البداية إلى العصور الوسطى، والتعليم الذي أحدثته فرنسا. فقط سأركز على الجانب المتعلق بالتعليم التقليدي، فهو يدخل ضمن هذه السياسة التي شهدها المغرب خلال الفترة الاستعمارية. وفي نفس الوقت هذا التعليم يطرح إشكال بالنسبة للباحث في التاريخ عند دراسة أشكال حضوره والفاعلين فيه وأهم التغييرات التي عرفها هذا التعليم خلال فترة بداية الضغط الاستعماري، أي خلال القرن 19 والفترة الاستعمارية سواء في المغرب أو في باقي البلدان الإسلامية. هنا لا أتحدث عن التعليم الحر الذي أحدثه الوطنيون، فهو مرحلة أخرى متقدمة دون التعليم، ولكن أتحدث عن التعليم الذي ورثه المغرب من العصور السابقة. هنا أنتقل إلى الجانب المتعلق بهذا التعليم، يعني على أنقاضه أسست فرنسا التعليم الذي سمته التعليم العصري بتنويعاته التي قدمها الأستاذ المحاضر. أركز على هذا التعليم وأطرح أسئلة تهم الجانب المفاهيمي بالدرجة الأولى. سوف أكتفي بثلاثة أسئلة. أولا، ما هو موقع هذا التعليم أي التعليم التقليدي ضمن المعرفة السوسيولوجية التي قدمها الأستاذ والتي أنتجت حول المغرب طبعا، وما مراحل تطور مفاهيم مهيكلة للخطاب الكولونيالي حول هذا التعليم بالمغرب، وما هي مختلف المخططات التي استهدفته. أنتقل إلى السؤال الثاني: ألا يمكن القول بأن النظرة الدونية
نظرة الدنيا للمفاهيم الكولونيالية حول هذا التعليم، وكل القوالب الجاهزة التي وضعت حوله مقارنة مع التعليم العصري هي التي فرضت عليه تلك النظرة النمطية، والتي لا زالت سائدة حتى بعد الاستقلال وإلى الآن. أما أن واقع هذا التعليم قبيل الاستعمار وزمن الاستعمار يحاكي حالة الذهنية المغربية وذهنية باقي العالم الإسلامي، ويكرس ما قاله الدكتور عبد المجيد القدوري، يكرس مفهوم التراجع وعدم القدرة على مسايرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية التي عرفها العالم خاصة بأوروبا الغربية، مما يعني أن التعليم الذي أحدثته فرنسا هو تحصيل حاصل لا أقل ولا أكثر. هذه هي الأسئلة الأولى التي سوف أركز فيها في هذا الشق الأول، وأعطي لكم الكلمة أستاذ المسير سي محمد أوبي. شكرا الأستاذ رشيد، شكرا على مدخلك وطرحك لهذه الأسئلة. إذن أعطي الكلمة للأستاذ محمد فرح، فليتفضل مشكورا. شكرا سي محمد. بداية أشكر الأستاذ موسى على هذه المداخلة القيمة التي تقدم بها، والتي طبعا أنارت جوانب مهمة من تاريخ السياسة الاستعمارية الفرنسية بالمغرب خلال فترة الحماية. طبعا قبل أن أطرح تساؤلي أود طبعا أن أتفاعل معه في هذا النقاش حول المدارس الفرنسية الإسلامية التي أنشأتها فرنسا طبعا بالمغرب وفق طبعا مبادئ وقيم استعمارية. كان الهدف منها كما أشار الأستاذ هي تكوين نخب من الموظفين الذين يصلحون إن صح التعبير كأدوات لتحقيق السياسة الاستعمارية الفرنسية، ولكنهم لا يصلحون غالبا للتفكير في وضع طبعا مشاريع أو استراتيجيات تخدم مصالح المغرب. كما سنجد بأن المضامين البرامج التعليمية الفرنسية كانت تركز على أمجاد فرنسا، وكانت تهمش طبعا الثقافة المحلية أو بشكل عام الهوية المحلية، خاصة ما له علاقة بالثقافة الأمازيغية والعربية. كذلك السياسة الفرنسية لا تنبني على المغربي بين أن نسمي بين قوسين وما بين هلالين سياسة فرق تسد. لهذا أقدمت على تأسيس هذه المدارس، ولكن في نفس الوقت ستقدم على تأسيس فيما بعد ستؤسس جمعيات المدارس الفرنسية الإسلامية، من بينها جمعية التي أشرت إلى بعض منها كجمعية قدماء مدرسة أبناء الأعيان بالدار البيضاء سنة 22 أو 1922، الجمعية الأدبية الإسلامية لأبناء الأعيان بسلة سنة 1927، جمعية قدماء تلاميذ المدارس الإسلامية الابتدائية بمراكش سنة 1929، الرباط كذلك، أزرو إلى غير ذلك. إذن هذه الجمعيات التي أسستها فرنسا في المغرب لقدماء تلاميذ بالمؤسسة التعليمية الفرنسية الإسلامية كان الهدف منه طبعا الترويج للتعليم الفرنسي، الدعاية لمحاسن هذا التعليم، مراقبة هذه الجمعيات في نفس الوقت واستغلالها لتحقيق الأهداف الفرنسية، إدماج هذا الشباب في المنظومة القيم الفرنسية، ثم جعلهم وسيلة للدعاية للسياسة الفرنسية. طبعا لتحقيق ذلك ستقدم لهم الدعم المادي، الدعم المعنوي، غتقدم لهم المقرات، غتسمح لهم بتنظيم مجموعه من الانشطه، ستشرك بعضهم كممثلين في مجلس الحكومه الاهلي، ستستدعي هذه الجمعيات في مختلف الاحتفالات الرسميه. لكن سنلاحظ في الاخير ان هذه الجمعيات ومعظم هذه الجمعيات جاءت بعكس مقاصد سلطات الحمايه، لانها ستنخرط خاصه مع بدايه الحرب العالميه الثانيه في موجه الحركه الوطنيه التي سعت الى تحقيق او للمطالبه بالاستقلال. طبعا ستصحح لي اذا كانت معلوماتي فيها بعض اعلانات، ولكن هذا بشكل عام. انا عندي سؤال واحد اساسي، هي ما هي النتائج والاستنتاجات التي يمكن استخلاصها
من دراسه هذه السياسه التعليميه الفرنسيه بالمغرب خلال فتره الحمايه لفهم الواقع التعليمي للمغرب ما بعد الحمايه. هذا واضح السؤال السادس. كيف يمكن ان نستثمر هذه الدراسه او هذه الخلاصات التي خرجتم بها لفهم واقع التعليم المغربي ما بعد الحمايه طبعا، وكذلك في اواخر القرن العشرين وبدايه القرن 21 وشكرا. شكرا الاستاذ محمد فرح، دكتور محمد فرح، على مداخلتك وسؤالك للاستاذ. فقط دكتور موسى تفضل مشكورا. أشكر الإخوة على هذه الأسئلة التي تدل على مدى حرص الإخوة على التركيز، واستسمح لأن فيها مجموعة من الأمور يعني حاولت أن أشير إليها يعني بنوع من الاختصار. هذه الأسئلة كلها تلتقي حول موضوع الأمسية هو التعليم. أنا أحاول أن أقدم جوابا يعني عاما وأعالج فيه يعني أشير فيه إلى هذه الملاحظات. أهم مسألة قلت في البداية هو أن التجربة المغربية أو فرنسا في التجربة المغربية ستحاول أن تستثمر كل جهودها في التجارب الأخرى، ستحاول أن تستفيد من كل التجارب في الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية. المغرب كان تقريبا آخر دولة تم احتلالها، فكان هنالك علاوة على الجيش، كان هنالك جيش من المفكرين والسياسيين والحزب الاستعماري يفكر ليل نهار في كيفية يعني إخضاع المغرب بأقل التكلفة، سواء المادية أو من ناحية يعني الأرواح الجنود الضحايا. أنا دائما حينما أقرأ تاريخ المغرب أستحضر 3 شخصيات أقول بأن الذي يريد أن يدرس تاريخ المغرب يجب أن يتوقف عنده، وهذه الشخصيات كانت تربطها علاقة صداقة فيما بينها. الشخصية الأولى هو شارل دو فوكو. يعني هذه الشخصية يجب أن نقف، يجب أن يعني نفهم هذه الشخصية عقلية. الشخصية الثانية هو لوي ماسينيون، والثالثة هو ليوتي. هذا الثالوث هو قمة في الذكاء والمكر والخديعة، كل واحد يحاول أن يملأ جانب من الجوانب. هنالك من ينظر، وهنالك من يعطي لهذا التنظير شرعية، وهنالك من يطبق. شارل دو فوكو كان منظرا، ولوي ماسينيون حاول أن يعطي صبغة يعني علمية لهذه الأفكار، واليوتي سيحاول أن يطبق يعني هذه الأفكار على أرض الواقع. هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية هو أن مفهوم الحماية هو أملته الظروف الدولية. يعني كان هناك صراع بين القوى حول المغرب، واختيار هذا المفهوم لم تختاره فرنسا، بل فرض عليه، لأن كانت هنالك مصالح وكانت هنالك معاهدات بين انجلترا وإسبانيا وغير ذلك. فالقبول بهذا المبدأ ليس يعني حبا في المغرب، ولكن ليوتي سيحاول أن يعطي صبغة، يحاول أن يجمل هذا المفهوم الحماية عنده معنى تعنيه مشاركة، يعني مشروع تشاركي بين المغرب وفرنسا. فدائما هو يلعب على مصطلح الاسوسياسيون، ودائما يحاول أن يعني يعطي لهذه الأبعاد، يعطي لها دلالات تعود بالنفع على مشروعه الاستعماري. وتعرفون بأن النخبة السياسية في فرنسا كانت تعارض هذا المبدأ، يعني كانت مع ما يسمى بالاستعمار المباشر، وكان اليوتي تعرض لضغوطات يعني شديدة في باريس
وكثير من الموظفين كانوا يأتون من الجزائر، كانت عندهم عقلية استعمارية مباشرة، وكانوا يرون أن الحماية هي ان فورميل دو ديبي، يعني عبارة عن مسألة يعني فقط مدخل للوصول إلى الاستعمار المباشر. كل هذه الأمور ستعطينا في المغرب يعني تجربة يعني تجمع كل ما في التجارب الأخرى. فالسياسة البربرية مثلا أو الظهير البربري هو يعني امتداد للسياسة التي تم نهجها في الجزائر. ويعني المؤرخ الفرنسي شارل روبير أجرون يعني تحدث في كتابه عن هذه عن هذه. و 1930 هو الحقيقة لم يكن فيه جديد على مستوى الرؤية إلى القضية البربرية. فسبقه ظهير 1914 1924، وكانت يعني انسيركيلير دو ليوتيف 1919، يعني كمجموعة من الأمور التي يعني تؤكد هذه الرغبة. والمشكل الأساسي هو أن فرنسا ليست حبا، يعني حينما كانت تشجع هذه المسألة ليس حبا في البربر أو الأمازيغ، يعني يجب أن نتفهم هذه المسألة. هي لأنها كانت ترى بأن توحيد المغرب معناه أسلمة المغرب. ما كان عندهم عقلية، وهذه يعني عقلية ناتجة عن الأبحاث إدموند دوتي الذي تحدث عن السحر والدين، ويعني في كتاب يعني كتاب أنثروبولوجي يقول بأن البرابرة كانت عندهم تدين يعني سطحي انفيرني يعني. وأيضا إذا أردتم أن كان هنالك فكرة أن البرابر أن الأمازيغ يعني عندهم أصول مسيحية، وأن يعني محاولة إقصاء الوسطاء، يعني إذا أراد يعني يقولون رغم احتراماتنا للإسلام فليس من مصلحتنا يعني أن ندعم الإسلام في هذه المناطق. نعود إلى قضية التخوفات والنتائج من السياسة التعليمية. تعرفون في سنة 1927 سيذهب مجموعة من الطلبة المغاربة إلى فرنسا للدراسة. كانوا أقلة، يعني عندنا في 1924 أول يعني من المغاربة هو عمر عبد الجليل، سبق بعده أخوه محمد عبد الجليل الذي تنصر يعني. ثم بعد ذلك 1927 سيلتحق به محمد الوزاني، عبد الكريم بن جلول، محمد الفاسي. هذه يعني إذا استثنينا محمد عبد الجليل الذي تنصر يعني كان خارج هذه المجموعة، التحقوا بمن؟ بجمعية طلبة شمال إفريقية، وأسسوا مجلة مغرب، والتحموا بالنخبة السياسية الفرنسية. ومنهم ستظهر يعني لا نقصي دور يعني المغاربة، نضال المغاربة والشرفاء، ولكن تعرفون رغم أن هذه الفئة رغم أنها كانت قليلة ولكن استطاعت أن تواجه المستعمر بالآليات التي يتقنها المستعمر. لذلك كانت مرحلة حساسة جدا وحاسمة في مسار النضال يعني المغربي. هذه المجموعة مهمة جدا. أعود إلى التعليم التقليدي. التعليم التقليدي ظل مهيمنا في الأوساط، يعني تعرفون المجتمع المغربي يعني الأوساط الشرائح الاجتماعية ظل هذا التعليم مستمرا، رغم أن فرنسا كانت تنظر إلى هذا التعليم نظرة احتقارية. كتب الدارسين الفرنسيين حينما يصفون هذه المسيد يصفونها بكثير من الاحتقار وكثير يعني نعوت ينعتونه
يعني اماكن مظلمه وفيها اوساخ وغير ذلك. يعني هذه العقليه الاستعلائيه او المركزيه، لان الانسان الغربي في اوج هذا التقدم العلمي والتكنولوجي وسيطرته يعني على مجموعه من الدول، يعني كان ينظر الى المجتمع او الى الانظمه التقليديه او النظم التقليديه، يعني بهذه النظره الاحتقاريه. المجتمع المغربي كان يعني عنده رواسب تاريخيه، كان ينظر يعني فرنسا صحيح انها حاولت ان تحد من ولوج الطفل المغربي العادي الى المدارس، ولكن الانسان المغربي ايضا كانت عنده مقاومه داخليه، يعني كانت هنالك رواسب تاريخيه، كانت هنالك معارضه، يعني كان ينظر الى المستعمر بانه مستعمر مسيحي، يعني كان هذا يعني ما يسمى بالذاكره التاريخيه كانت حاضره جدا وفعلت فعلتها، يعني كانت الذاكره نوع من النفور فكانت يعني نشأ في المجتمع المغرب في فتره الاستعمار كانت هنالك حواجز نفسيه رهيبه جدا بين المغاربه وبين الفرنسيين باستثناء القله. المشكله هو ان المجتمع المغربي بحكم مجتمع تقليدي، ان التعليم العتيق بفلسفته ويعني رؤيته كان يقوم يعني تعليم تقليدي له اهداف محدده، والمحافظه على الهويه، المحافظه على الصلاه، يعني لم يكن وهذا ما قلناه يعني في مستوى الوقوف في وجه المستعمر، سواء يعني التطور العسكري والتطور الاقتصادي والتطور السياسي وغير ذلك. يعني كانت مدارس غير قادره على مواكبه يعني العصر، روح العصر بالمنظور الغربي، يعني لم تكن، لان كانت هي يعني تخدم هذه المساله. في القرويين كان هناك تخوف من القرويين، وكانت هناك محاولات اصلاحيه، ان واحد المصلح الحجوي الذي تقلد، يعني كان نائب في التعليم يعني الاستعماري، طرح مجموعه من المبادرات لاصلاح القرويين 1919 1930. يعني كل هذه المحاولات لقيت يعني مقاومه عنيفه من طرف العلماء وشيوخ القرويين. يعني كل هذه الامور خلقت لنا يعني مجتمع مغربي يبحث عن ذاته، يعني لم يكن، يعني كان هناك عجز، هناك الاحساس بالعجز، وهناك تذمر بما وصل اليه يعني المغرب، يعني ان يكون، والمغرب كان عنده تاريخ انه دائما بقي على حافظ على استقلاليته. يعني المغرب لم يكن كباقي الدول دائما خاضعا للخلافات في المشرق، دائما هذه الامور كانت حاضره وكانت مؤثره. أشير إليه وأترك الكلام. يعني أنا حاولت يعني أن في فلك هذه الأسئلة أن أعطي بعض الإيحاءات والإشارات، ربما غير كم تستطيع أن توطن لنفسها في المغرب إلا سنة 1934. يعني ظل الشعب المغربي يواجه فرنسا حتى 1934. وقبل 1934 يعني بدأت نواة يعني جمعيات سرية تعمل على المطالبة بالاستقلال، يعني أن نعم تفضل. قلت بأن فرنسا لم يهدأ لها بال في المغرب، يعني الشعب المغربي ظل يقاوم بعد نهاية التهدئة. تقني لدى الأستاذ موسى. نعم تابع في النقاش. تفضل أستاذ، تفضل.
نعم. قلت بأن فرنسا لم يهدأ لها بال ولم تستطيع أن توطن لنفسها، فظلت تواجه مقاومة الشعب المغربي الذي واجه بأساليب يعني مختلفة تبعا للتحولات السياسية التي عرفتها الحماية. يعني فترة يعني بعد شكري للأستاذ المحاضر دكتور سي موسى على تفاعله الكبير حول الأسئلة المتعلقة بالمفاهيم مهيكلة للخطاب الاستعماري حول التعليم، وكذلك حول حضور التعليم في مرحلة الاستعمار منذ المخططات الأولى التي وضعتها الإدارة الاستعمارية في عهد اليوطي، وصولا إلى المرحلة الثانية من الاستعمار، أي فترة ما بعد الثلاثينيات، إلى حين حصول المغرب على الاستقلال والتحولات التي شهدها التعليم بعد الاستقلال، والأزمة التي شهدها التعليم بعد الاستقلال، والصراعات التي عرفها ما بين أقطاب الحركة الوطني بعد ذلك. أنتقل إلى الجانب الثاني الذي يهم مداخلتي، وهو عبارة عن خلاصة لبعض الأسئلة التي تهم تجويد البحث التاريخي حول مرحلة الحماية من جهة، وحول موضوع التعليم كإشكالية مهمة لا تزال تحتاج إلى البحث والتحري، رغم أنها كما قال الأستاذ موسى قتلت بحثا في البحث التاريخي، سواء البحث التاريخي المغربي أو البحث التاريخي في الجامعات الأوروبية. ولكن أظن أن هذا البحث رغم هذا الموضوع، رغم أنه موضوع مستهلك، إلا أن هذا الموضوع ما زال يعني يطرح العديد من الإشكالات، خصوصا في الجانب المتعلق مثلا في التعليم التقليدي. هذا التعليم الذي صحيح أنه تعرض لكل أشكال التحقير طرف فرنسا، ولكن هذا التعليم هو الذي أعطى لنا الشخصية المغربية، وهذا التعليم هو الذي يعني صمد وحاول بشتى الوسائل رغم قلة الإمكانيات ورغم كل أشكال الاستهداف التي تعرض لها، صمد سواء في الفترة الأولى وفي فترة ظهور الحركة الوطنية. بالتالي هذا التعليم يحتاج لإثارة الانتباه وطرح المزيد من الأسئلة حول دوره في بناء الشخصية المغربية وفي وصول المغرب على الاستقلال كذلك وما غير ذلك. إذن هنا أنتقل للأسئلة التي تهمني بالدرجة الأولى، وسوف أقسمها إلى الجانب المتعلق بالمنهج والمضمون، والجانب الثاني المتعلق بالمادة المصدرية. لن أطيل في هذه الأسئلة، فقط باختصار شديد أقول بأن إذا كان الموضوع الذي قدمه الأستاذ يتناول دراسة المعرفة الكولونيالية أو السوسيولوجيا الكولونيالية طيلة الفترة الاستعمارية وقبلها، هل يمكن القول بأن هذه الدراسة في حد ذاتها يعني وإن كانت يعني تدرس مرحلة الحماية، ولكنها تعطي لنا بشكل أو بآخر تلك التصورات التي يريد المستعمر أو أراد من خلالها المستعمر سواء المنظرون أو رواد الإدارة الاستعمارية أن يفرضوها على الشعوب المستعمرة، خصوصا المغرب مثلا. ثم أشار الأستاذ إلى أن فرنسا استفادت من تجارب استعمارية في إمبراطوريتها الواسعة، وكان المغرب آخر مستعمرة خلال سنة 1912 آخر مستعمرة فرنسية. ولكن هنا في علاقة بموضوع التعليم، ألا يمكن القول بأن موضوع التعليم لا يمكن قراءته انطلاقا من تجربة المغرب لوحده، بل من خلال يعني قراءته ومقارنته مع تجارب أخرى من خلال ما سماه بروديل بالاستدلال التجريبي الذي يساعدنا على الانتقال من المجال المحدد إلى المجال الواسع، ثم من الزمن القصير إلى الزمن الطويل. مثلا لا يمكن القول بأن التجربة الفرنسية في غرب إفريقيا في حد ذاتها يعني هي التي وجهت بشكل مباشر الإنتاج المعرفي الفرنسي حول المغرب، ثم تطبيق السياسة التعليمية بعد ذلك. ثم بالنسبة للنقطة الثالثة وهي أشار إليها الأستاذ، ولكن أريد إن كان بالإمكان أن يشير الأستاذ إلى بعض المصادر أو المادة المصدرية التي يمكن التوسع في هذه النقطة التي سوف أشير إليها. ما هو موقع التعليم
وما مشروعيته في الصراع السياسي والإيديولوجي بين الفاعلين داخل الإدارة الاستعمارية من جهة، ثم النخب المغربية المثقفة طيلة الفترة الكولونيالية. ثم بالنسبة للنقطة المتعلقة بالمادة المصدرية وإشكالية تأويلها، لا بد أن نعرف بأن المعرفة الكولونيالية تستند إلى مادة مصدرية هي التي تمثل بالنسبة للباحث في التاريخ المغربي وثائق عهد الحماية من أرشيفات، من تقارير، من أبحاث ميدانية إلى آخره. هذه المعرفة هذه أو هذه المادة المصدرية تحتاج إلى تأويل من أجل المرور من ما يسمى بنص السلطة بتوجهاتها المعروفة إلى سلطة المعرفة التي تهم الباحث في التاريخ. إذن هذه المعرفة تحتاج إلى تأويل وتحتاج إلى مفاتيح أساسية لدراستها. فكيف يتحقق ذلك؟ وكيف يمكن نقد المركزية الغربية وإعادة تشكيل اللحظة الكولونيالية انطلاقا من هذه المصادر دون السقوط في متاهات الرهانات الفئوية على حساب الهاجس المعرفي. إذن هذه أهم الأسئلة التي تهمني، وأشكر مجددا الأستاذ المحاضر الدكتور موسى على تفاعله معنا، وأعطي لك الكلمة أستاذ محمد أبيه. شكرا سي رشيد. أعطي الكلمة للأستاذ الدكتور موسى، فليتفضل مشكورا. أشكر الإخوة وأجدد الشكر يعني على تنظيم هذه الأمسية وعلى هذه الأسئلة وعلى هذا التفاعل. سي رشيد طرح لي مجموعة من الأسئلة كلها يعني أسئلة جادة، أسئلة مهمة بالنسبة للباحث في التاريخ المغربي. بداية أقول بأن الدارس لتاريخ المغرب لا يمكن له أن يستغني عن المراجع أو الإستغرافية الأجنبية خاصة الفرنسية منها، أبينا أم شئنا. الذي يريد أن يدرس تاريخ المغرب لا بد له من الاعتماد على المراجع الفرنسية، ولكن هذا الاعتماد يجب أن يكون بذكاء وبحذر. فكل يعني كل شاكاي كويرون افيك سا فيزيون، كل واحد يعني يحاول يدافع عن رؤيته، و يعني كل واحد يكون منسجم مع رؤيته. هذا طبيعي، هذا طبيعي في الفعل الحضاري الانساني بصفه عامه، ليس فقط بالمغرب. يعني كل واحد يحاول ان يكون موضوعيا ومنسجما مع يعني ذاته. تعرفون يعني النخبه التي يعني الجهاز النافذ في الحماية، يعني كان أناس كلهم يتقنون العربية، يتقنون، عندهم دراسات إسلامية، عندهم اهتمام وعندهم احتكاك، ويعني ليس مشروعا، يعني المشروع الاستعماري هو مشروع يعني قديم، يعني قديم حديث، يعني لم يتأسس على الصدفة، تأسس على الدراسة وعلى البحث وعلى التحليل. عندنا الكثير من السوسيولوجيون في المدرسة الفرنسية، ميشو بيلير. هذا ميشو بيلير يعني إنسان مستعرب، قضى أكثر من ربما 40 سنة في المغرب، تعلم العربية، تزوج مغربية وحقق، حتى أنني وجدت في أحد، يعني هو كتب أكثر من 5000 صفحة، يعني كتب عن تاريخ عن الزوايا وعن الاجتماع وعن أستاذ موسى. نعم. فقط كإضافة نستحضر هنا جاك بيرك الذي كان مراقبا مدنيا بإيمينتانوت. وأستحضر هنا أنه أنشأ مدرستين بمنطقتين جبليتين في الأطلس الكبير الغربي. هنا مدرسة يعني كوزنت، زرتها هذه المدرسة. هي مدرسة عبارة عن أطلال، ولكن كانت أسست في الثلاثينيات على ما أعتقد. وهناك مدرسة أخرى بالرباط من دو مرزوق، واحد المنطقة جبلية، ويعود الفضل هنا لجاك بيرك. وبالتالي كانت هناك خلفيات استعماريه وراء انشاء هذه المدارس. وهذه تجربه فعلا تؤكد على دور المراقب المدني ومن حجم المستشرق جاك بيرك الذي انتج الكثير من النظريات، خصوصا اثناء اقامته بإيمينتانوت حول الاطلس الكبير الغربي. تفضل استاذ. نعم، جاك بيرك يعني شخصية تركت بصماتها، ويعني جاء مؤخرا يعني نسبيا، يعني جاء بنوع من التأخير عن ميشو بيلير. عندنا غوبير مونتانيوس، يعني
السوسيولوجيا يعني في تاريخ المغرب. يعني كل هذه الشخصيات يعني كان عندها إلمام عندنا أونغي دي كاستري، هذا المؤرخ الحماية الذي عينه اليوتي والذي حقق يعني كتب لي سورس انيديت، يعني 16 مجلد. يعني انا اقول يعني ان هذا هناك مجهود علمي بعد تاسيس البعثه العلميه في 1904، ومعنى اين هذا مجهود علمي مهم نحن نستفيد منه، ولكن بذكاء وحذر. الرؤيه التاريخ، علاقه التاريخ بالاستعمار، يعني المؤرخ بالاستعمار، هناك ثلاث توجهات رئيسيه. التوجه الاول هي تبنى النزعه الاستعلائيه الغربيه الاستعماريه. التوجه الاول يدافع عن الأطروحات الاستعمارية بعجرها وبجرها، يعني لا يبحث عنها. ثم عندنا مدرسة أخرى هي مدرسة رد الفعل، يعني ترفض كل ما، يعني مدرسة نقدية لكل شيء. ثم عندنا الرؤية الشاملة. التوجه الثالث هو التوجه الشامل. نحن دورنا كباحثين وأن تهمنا الحقيقة، أن يهمنا الفهم، وحتى وإن أحيانا تبين لنا أن هناك أخطاء ارتكبت يعني من أبناء جدتنا، يعني لا يهم. يعني المهم هو الإنسان أن نصحح الخطأ خيرا من أن ندافع عن الباطل. يعني الإنسان الجرأة ضرورية مهمة جدا للباحث. الحضارة المهيمنة دائما تفرض مفاهيمها، يعني هذا هو المشكل. يعني الحضارة الغربية الاستعمار، المشروع الاستعماري هو قمة يعني التطور الحضاره الغربيه، يعني قمه تطور اوج الحضاره الغربيه تمثل في الاستيلاء على الشعوب الاخرى. لذلك كان طبيعي ان تفرض يعني مفرداتها، رؤيتها، مفاهيمها، ومساله يعني مساله عاديه جدا. السؤال الاخير اللي طرحه السي رشيد هو حول كيفيه الاستفاده من يعني كيف ان فرنسا استفادت من التجارب الاخرى. يعني هذا طبيعي، حتى ان مجموعه من المسؤولين عن التعليم يعني تقلدوا هذه المناصب في مستعمرات اخرى. ناخذ مثلا جورج اردي الذي كان مسؤول عن المدرسه الاستعماريه، يعني هو الذي نظر مغال، يعني هو الذي نظر للغزو الروحي عن طريق المدرسه. كل هؤلاء يعني لهم تجربه، وكان هناك تفاعل، كان هناك تعاون، كان هناك تنسيق، وكان هناك تسهيل، يعني تسهيل الولوج الى المعطيات. يعني هذه الامور كلها يعني تخدم التاريخ، تخدمه اذا اخذناه كماده خام، يعني على الباحث ان يعني يمارس المنهج النقدي، وان يعني نواصل. المشكله ديال تاريخ المغرب الحديث، يعني مشكله ان التاريخ الشفوي لم يكتب، يعني لم نهتم به، وان الكثير من المكتبات ضاعت يعني في ظروف يعني الاختلالات التي كرسها الاستعمار. كثير من الكتب يعني ضاعت. اتمنى ان نجد يعني كثير من الكتب ضاعت. فميشوبيلير يعني ذكر قصه انه في فاس، يعني في رحله الى فاس، وجد كتاب المقصد الشريف والمنزع اللطيف، كتاب ديال تعريف بشرفاء الريف للباديسي. انا اشتراه، يعني هكذا كان، لولاه ربما ما عثرنا على هذا الكتاب، ما وجد. يعني ناخذ يعني الامور ناخذها بمنظور اخر لندفع بالعمل على اغناء الاستغرافيه المغربيه. عندنا واحد المؤرخ الان اختم به في فرنسا، الان هو في فرنسا، يعني خبير في تاريخ المغرب الحديث والمعاصر، بيير فيرموران. احيانا يخرج بتصريحات يعني غير اكاديميه، لانه استاذ في السوربون. يعني هو يقول بلا ميزير دو ليستوغرافي مودرن، يعني بمحنه او يعني هنالك قله الاستغرافيه في التاريخ المغربي المعاصر. لذلك يعني نحن كمغاربه والحمد لله مجموعه من الاسطول، مجموعه من المؤرخين عندهم تجربه وعندهم المام وعندهم غيره على هذه الماده. يعني ان شاء الله يواصلوا في هذا الطريق. شكرا لكم على هذه الامسيه الطيبه. يعني تشرفت بمعرفه الاخوه السي محمد، السي رشيد، السي محمد فرح. ان شاء الله تتجدد اللقاءات، وانا رهن الاشاره اذا كان اخ عنده مشكله في كتاب او مرجع او مصدر، انا ممكن ان شاء الله ان اعمل في هذا. بارك الله فيك. وشكرا لكم وامسيتكم سعيده. شكرا. مرحبا بك ان شاء الله، مرحبا بك في سوس ان شاء الله. نعم.
نرحب به في سوس ان شاء الله. مع سعيده. مع الاخ سعيد. مع الاخ سعيد ان شاء الله. مرحبا ان شاء الله. وفي اي وقت ان شاء الله، في اي وقت ان شاء الله. يجزيك السي رشيد. انا الاشاره يعني لا، انا ما عندي مشكل يعني اكتب يعني مراسله، يعني كان عندك حاجه يعني ارسل يعني رسالاتك يعني ان شاء الله. الله يجزيك بخير. بارك الله فيك. شكرا لكم، حفظكم الله. شكرا الاستاذ موسى، دكتور موسى، على مداخلتك القيمه حول هذا الموضوع. اكيد انه سيفتح الباب امام الباحثين، لان هدف هذه اللقاءات هو عباره لقاء معرفي لنشر المعرفه التاريخيه، ولكن في بعد اشكالي منهجي. هذا هو الاهم، لان ما احوجنا الى التاطير المنهجي للمواضيع. وقدمت لنا الكثير من المواضيع والقضايا المرتبطه بالسياسه الاستعماريه. اكيد انها جزئيات، ولكن قد تشكل منطلقات لدراسات تاريخيه ادق. خصوصا ذكرت بعض رموز يعني السياسه التعليميه الفرنسيه، وهذا في حاجه الى مزيد من العمل. واكيد انك اثرت الموضوع، ونشكرك باسم جمعيه فونتي للذاكره والتراث. قبل ان اعطي الختم للاستاذ محمد فرح، ساقول لك ماذا تمثلك شخصيه عبد الكريم الخطابي؟ كسؤال كجواب قبل ان تختم. قلت مرارا يعني كنت مندفعا للبحث للمساهمه في، لانه واجب. الرموز التي سجلت والتي يعني بصمت باعمالها ومجهوداتها تاريخنا الوطني تحتاج الى الافتخار بها والتعريف بها. وان نقدم، انا اريد، عندي مشروع ان انجز كتاب حول منهجيه الاهتمام بالتاريخ الريف. يعني هذا مشروع مستقبلي ان شاء الله ساعمل عليه. عبد الكريم يعني شخصيه استلهمت ليس فقط المغاربه بل كل احرار العالم ولكن دائما اقول يجب ان انا ضد استغلال شخصيات رموز يعني شرفاء لبعض المصالح الضيقه، لان لا فيغيتي كما يقول الفرنسيون في طول لو، الحقيقه مع الزمن تبدو مع الزمن. المصالح الشخصيه والمصالح الضيقه تضيع وتمشي وتذهب مع ذهاب اصحابها، اما الرموز فتبقى شامخه. الرموز التي صنعت التاريخ التي صنعت التاريخ وان كانت في بعض الامور بعض الاسئله يعني هي كما قلت دائما المتخصصين عندهم درايه، ولكن بعض امور تقنيه، بعض امور اكاديميه تحتاج الى التعريف بها للدفع بالتاريخ الامام. صحيح. شكرا استاذ موسى. كلمه ختاميه باختصار قبل ان اعطي الختام لرئيس الجمعيه فونتي للذاكره والتراث. انا اشكركم واشكر كل اعضاء جمعيتكم على هذه الامسيه. يعني استفدنا وتعرفنا على الاصدقاء وعلى الباحثين. مشروعكم يعني مشروع جيد جدا. انا ادعوكم الى العمل في هذا النهج، لانه المثقف المسؤول هو المثقف الذي يضحي، ونحن في حاجه الى المثقف المسؤول الذي عنده بعد في الرؤيه، بعد النظر، ويمهد الطريق للاجيال المقبله. كاين واحد الفكره مهمه جدا دفع عنها المؤرخ العراقي سيار جميل في واحد الكتاب سميته المجايله التاريخيه. كل هذه الافكار نطرحها الان، وكل هذه التحديات وكل هذه الهموم فهي نصنع بها الاجيال المقبله. فالاجيال المقبله تكون على شاكله او على في مستوى الافكار التي نطرحها الان. فشكرا لكم، وانا سعيد جدا بهذا اللقاء وفرصه اخرى بحول الله. ان شاء الله. شكرا. نامل مستقبلا ان يكون اللقاء واقعيا في المغرب. ومرحبا بك في إحاحان، في الصاورة، وفي أكادير. شكرا. مرحبا بك. شكرا. حتى انا الباب يعني انا هنا في ليل. مرحبا بكم في فرنسا. اذا عندكم ابناء في الدراسه هنا مشكله يعني انا كما يقول بكل اريحيه وبكل سرور اذا كان ممكن ان اقدم مساعده. شكرا جزيلا استاذ موسى على اريحيتك وكذلك يعني تجاوبك مع الموضوع. شكرا جزيلا.
ونتمنى وبدورنا نتمنى لك التوفيق ان شاء الله في مسارك العلمي والاكاديمي في الدراسات التاريخيه التي تهم يعني الورش الذي تشتغل فيه، وهو ورش مهم جدا. اكيد انه سيفيد الباحثين في المغرب، خصوصا المتعلقه بالتاريخ، السياسه الاستعماريه. اذا ختاما اعطي الكلمه للاستاذ محمد صلاح باسم جمعيه كوتي للذاكره والتراث، فليتفضل مشكورا. شكرا. اعتقد بان العمل الذي تقدم به الدكتور موسى مرغيش سيفتح افاقا جديده للباحثين لدراسه التعليم، سواء من خلال دراسات مقارنه مع دول اخرى او من اجل دراسه السياسه التعليميه بالمغرب ما بعد الحمايه، سواء ما تعلق بالتبعيه التعليميه لفرنسا او سياسه التعريب كرده فعل بايجابياتها وسلبياتها، او ما يتعلق طبعا بدراسات الفشل الذي واكب المنظومه التعليميه المغربيه رغم الاصلاحات. في الختام، لقد حقق هذا اللقاء العلمي الاهداف المرجوه منه بفضل المداخله المتميزه للدكتور موسى مرغيش، مشكورا. وستستمر الجمعيه ان شاء الله في تقديم انشطه ثقافيه التفاعليه باسم الجمعيه. أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور موسى مرغيش على مشاركته العلمية، كما أتقدم بالشكر للعزيزين الدكتور محمد أوبيهي وكذلك الدكتور رشيد أطر رحمة الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أعطي الكلمة للأستاذ رشيد أطر رحمة الله كلمة ختامية. نعم. أشكر الأستاذ الفاضل الدكتور موسى مرغيش على تجاوبه وتفاعله الإيجابي معنا سواء في محاضرته أو مع أسئلتنا التي كما اتضح للجميع أثارت الانتباه لقضايا كثيرة جدا يعني لا تزال تحتاج إلى البحث والتحري، وهذا في حد ذاته يشكل يعني ورش مفتوح لتطوير البحث التاريخي في المغرب وفي مناطق أخرى في موضوع التعليم وفي مواضيع موازية. أشكر الدكتور محمد أوبيهي على تسييره وعلى تفاعله كما عيدناه طبعا في الكثير من اللقاءات، على تفاعله وإثارته لجملة من القضايا وعلى تجربته المهمة جدا والتي ساهمت في إثراء النقاش وفي تطويره. كذلك أشكر رئيس الجمعية دكتور محمد فرح، وأذكر فقط أنني لا زلت طالبا باحثا في الدكتوراه ولم أصل بعد إلى درجة الدكتوراه، فقط للتوضيح إن شاء الله عما قريب إن شاء الله، فهذا مطمحنا إن شاء الله. أشكركم مرة أخرى، ولنا لقاء وموعد آخر إن شاء الله في مواضيع أكاديمية أخرى وفي مواضيع تهم البحث التاريخي سواء في الجنوب المغربي أو في عموم المغرب إن شاء الله. تحية.